السلام عليكم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بالصدفه والله هو انا ماشي، تعالوا كده نشوف الست الطيبه دي بتعمل ايه مع الكلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف عليكي؟ اسمي مؤمنة. بتعملي ايه يا مؤمنة؟ رشا. أنا عندي معرض موبيليا في مساكن حرفين الدويقة، قفلته من حوالي سنة. أنا بقالي عموما فوق ال5 سنين بأكل من أول هنا، من أول جامع الحصري لغاية مساكن الحرفيين فوق. بأكل كل يوم فوق ال150 كلب. أنا بس كل اللي أنا طالباه للناس إن هم يستوعبوا إن الأكل الني والله العظيم ما بيسعر. السعار ده بيبقى مرض عند الكلب عموما، بيجيله من وقت للتاني او عند كبر السن او الكلام ده كله. اما الكلاب لما بتجري ورا العيال ولا الكلام ده كله، انا مش طالبه من اي حد غير ان هم يسيبوهم في حالهم. لما العيال بتضرب الكلاب والكلام دوت، الكلب بيضطر يجري ورا اللي ليه فيه واللي ملهوش فيه. يعني اللي عمل حاجه واللي ما عملش حاجه بيجري ورا الكلب، لان خلاص هو كده خد عدوانيه من البني ادمين عموما. انا بشوف عيال بيمسكوا الكلاب والله العظيم بخراطيم وبعصيان، الكلب بيبقى نايم في حاله ومضربينه بطوبه معورينه. انا مش عارفه اوصف لك، انا حتى الحالات اللي بتبقى مريضه في الشارع انا بعالجها. واضح ان في كمان كلاب كتير، في اكل كتير معاكي في العربيه اهو. اهو انا كل يوم من 5 سنين لازم اجي املى 4 جرادل 5 جرادل والف من اول هنا لغايه مساكن الحرفيين فوق. غير ان لما بلاقي كلب عيان بعالجه، كلب مخبوط اعالجه، كلب متعور لازم اقف اعالجه. لو فتحت لك عربيتي مليانه ادوات علاج للكلاب، فانا ما بسيبش. دي روح ضعيفه. انا بقول بس للناس اللي هي متخيله ان الكلاب بتجري ورا العيال ده شراسه، ده سعار. لا، ده مش سعار والله، من ضرب العيال فيهم ده بيجري ورا ده وده بيجري ورا ده، مش عارفين. فاحنا بس نوعي عيالنا ونفهم عيالنا ان هم لازم يكون عندهم رحمه. احنا نعلم عيالنا على الرحمه اللي امرنا بيها ربنا. ما يبقاش في كلب قاعد ولا نايم ولا ام والده يقوم واخد عيالها راميهم، يقوم واخد ماسك الكلبه ضاربها. ابص الاقي الناس الكبيره تيجي تتخانق معايا وتقول لي ما تاكلهمش، اصل الاكل اللي انت بتاكليه بيسعرهم. طب ما يعني انا سوري، يعني ما فيش زباله ياكلوها دلوقتي. الناس بقت حالتها كلها صعبه. وبعدين لو انا يعني كل اللي يجي لو في كلب جري ورا عيل يقول لي بسبب انت. انا عامله كذا مشكله هنا في المنطقه بسبب، يقول لي ايه انت السبب اللي بتخلي الكلاب تسعر وتجري ورا عيالنا. طب انا لو ما اكلتهمش هم مش هياكلوا من عند، يعني هياكلوا طبعا بواقي عند بتاع الفراخ، عند بتاع السمك هياكلوا من زبالته، عند بتاع الفراخ هياكلوا من زبالته، ما كده كده برضه بياكلوا ني. انا اللي انا بعمله بنضف الاكل وبجيبه لهم نضيف، بغسله كويس جدا وبجيبه لهم نضيف. بس اعمل ايه اكتر من كده؟ انا كنت الاول بعمل لهم اكل مستوي، فاصبح دلوقتي بقى فوق ال 150 كلب، هجيب لهم منين واعمل ايه؟ ما عنديش صحه لكده صراحه. ايه نصيحتك للناس عشان تعامل الكلاب كويس وما تتاذيش منهم؟ ما عنديش اي حاجه اقولها. لو انت مش قادر تساعده بلقمه ولا ببق ميه في عز الحر، ما تاذيهوش. بس ما تعملش غير كده، ما تاذيهوش. دي روح ضعيفه. وبعدين هو احنا اللي خلقناهم ولا ربنا؟ ما هم خلق الله، بس ربنا ما بيخلقش حاجه وحشه. فيا جماعه اللي مش قادر يساعد روح ضعيفه ما يأذيهاش بعد اذنكم. اي حد لو انت فاضل منك شويه عيش ناشفين وحطيتهم على باب عمارتك هياكلوا، صدقوني هياكلوا. لو كل واحد حط بق ميه، الجرادل بيقولوا بتتسرق، لو كل واحد عمل مسقه كده بالاسمنت مش هتكلفك 20 جنيه وحط لهم ميه، بق الميه يعيشهم. بس دول ربنا خالقهم. فاحنا يعني احنا عندنا عقل، هم ما عندهمش، دول حيوانات. احنا نتعامل بعقلنا وانسانيتنا، بس احنا نتعامل باللي ربنا خلقنا بيه كبني ادم. ده طلب. وزي ما احنا شفنا هو نموذج من النماذج، عشان في ناس بتقول ان انا باجي على الكلاب وانا ما بحبهمش وفي عداوه ما بيني وما بين الكلاب. فهو انا جبت لكم نموذج مشرف من الدويقه وبتقول لكم ازاي تعاملوا الكلاب عشان ما تاذيش منهم. وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.